مساء الهنا والسعادة على عيون كل مستمعي راديو 90 هكون معاكم أنا فاتن فوزي من الحد الأربع لمدة 30 دقيقة من 5 ل 6 في برنامج عكس الكلام، وكل شيء بالخناق إلا الجواز بالاتفاق. ده موضوعي معاكم النهارده، وهستقبل اس ام اس على 150 6 واتصالاتكم على 11 8 96. انا فاتن فوزي، كليه تربيه نوعيه قسم اعلام. انا في ايفنت الوتيدي النهارده، نفسي اقدم موهبتي. بتمنى ان انا اتقدم في مجال الاعلام، ونفسي ان انا اكون مذيعه راديو وبعدها مذيعه تلفزيون عادي. يا مساء الفل على مستمعينا في كل مكان، اهلا بكم في برنامجنا عيشها صح مع ايمي مجاور كل سبت وثلاث من 5 6 مساء على نغم اف ام. وموضوعنا النهارده بيتكلم عن السعاده. لو كل واحد مننا سأل نفسه امتى اخر مره حس فيها انه سعيد بجد، هنلاقي ناس كتيره قوي نسيوا معنى السعاده اصلا. ايمان عبد المنعم رجب بن جابر، تربيه نوعيه قسم اعلام. جاي النهارده عشان اقدم موهبتي، حاسه ان انا هقدر انجز وكده. عايزه اتحدى نفسي بان انا لازم اوصل صوتي، يعني عايزه يبقى لي صوت اوصل. بقعد بكتب، بقعد ادرب صوتي اكتر. بقعد مع نفسي، حتى في نفسي في بالي كده بقعد اكلم صوتي، بقعد اتكلم بسمع صوتي لنفسي ان انا هقدر. حتى لو جه في مره صوتي وحش، لا انا هقدر، انا هوصل في يوم من الايام. عايزه اوصل ابقى، نفسي ابقى زي احمد يونس. مش عارفه، انا بحب احمد يونس في الاذاعه. طب لو احمد يونس دلوقتي سمعك وجه له رساله تقول له بصراحه بحب البرنامج بتاعه جدا جدا. مش عارفه، حاسه ان انا اصلا مش عارفه اتكلم قدامه لو شفته بصراحه، بس هو برنامج جميل بحب اسمعه جدا، بستفاد منه حاجات كتير قوي. بحس ان هو بيعيشني في الموقف نفسه، بيجذبني، بيعيشني معاه. دي حاجه جميله قوي يعني. ليك